نقوم بعمل عقدة البداية هكذا، ثم نسحب بهذه الطريقة ونرتفع بواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. سنرتفع بقدر مناسب من السلاسل. أنا هنا ارتفعت ب28 سلسلة، سوف أضيف واحد سلسلة، اثنان، ثلاثة، ثم ألف الخيط لفتين وسأحسب السلسلة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم الرابعة. سأدخل إبرة في السلسلة الرابعة هكذا، ثم أسحب، ثم نسحب من حلقتين ونسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين. هكذا نكون اشتغلنا عمود بلفتين. نلف الخيط لفتين، ننتقل إلى السلسلة الموالية هنا، ندخل الإبرة، نسحب، ثم نسحب من حلقتين، ثم من حلقتين، ثم من حلقتين. نسحب 3 مرات. سنشتغل العمود بلفتين الثالث هنا في الغرزة الموالية، ندخل الإبرة، ثم نشتغل عمود بلفتين، السحبة الثانية، السحبة الثالثة، ونعتبر 3 سلاسل ارتفاع بمثابة عمود، أي اشتغلنا 4 أعمدة. نرتفع بواحد، اثنان سلسلة، نلف الخيط لفتين حول الإبرة، ثم نحسب واحد، اثنان، ندخل الإبرة في السلسلة الثالثة هنا، واحد، اثنان، ثلاثة، ندخل الإبرة هنا، ثم نسحب ونشتغل عمود بلفتين، ثم نلف لفتين. في الغرزة الموالية سنشتغل عمود بلفتين، ثم عمود بلفتين الثالث، ثم عمود بلفتين الرابع، ثم اثنان سلسلة، ثم نلف الخيط لفتين، ثم نحسب واحد، اثنان، في السلسلة الثالثة ندخل الإبرة، ثم نسحب هكذا ونشتغل عمود بلفتين الأول، ثم عمود بلفتين الثاني في السلسلة الموالية، ثم عمود بلفتين الثالث، ثم عمود بلفتين الرابع، ونواصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، لدينا هنا 5 وحدات كما تلاحظون. الآن سندخل اللون الثاني هنا في هذا المكان، ثم سنرتفع
نسحب لنثبت، ثم نرتفع ب1 2 3 4 سلسلة، ثم نقلب الشغل هكذا على الظهر هنا، ثم نلف لفتين، وسنشتغل هنا في هذا الفراغ سنشتغل عمود بلفتين، نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، ثم نسحب من حلقتين، سحبنا 3 مرات، ثم 1 2 سلسلة، ونلف الخيط لفتين، وفي نفس المكان سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، 1 2، ثم نلف لفتين وننتقل إلى الفراغ الموالي، ثم نشتغل عمود بلفتين، و1 سلسلة، 2 سلسلة، ثم نلف لفتين، وفي نفس الفراغ سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، 1 2، نلف لفتين، في الفراغ الموالي أيضا سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، 1 2، نلف لفتين، ثم نشتغل في نفس الفراغ عمود بلفتين، ثم 1 2 سلسلة، نلف لفتين، الفراغ الموالي أيضا نشتغل نفس الشيء عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين في نفس الفراغ، هكذا، ثم 1 2 سلسلة، نلف لفتين، ثم في أول 4 سلاسل ارتفاع هنا سنشتغل عمود بلفتين، هكذا. نترك هذا الخيط هكذا، أصبح شكل الغرزة، ونقلب الشغل هكذا على الوجه، هكذا يكون شكله. ثم سنأتي إلى هنا ونطوي القطعة بهذا الشكل، نجعل اللون الأخضر في الخلف هكذا هكذا، ثم سندخل الإبرة هنا في هذا المكان، هنا نثبت، ثم سندخل الإبرة هنا في الجهة المقابلة من اللون الأبيض هنا، ثم نأخذ الخيط الأبيض الذي سبق وتركناه ونسحب من الحلقتين هكذا، ثم نرتفع ب1 2 3 4 سلسلة، ونقلب الشغل هكذا، ثم سنقص هذه الخيوط. بعدما قمنا بقص الخيوط الآن سنشتغل هنا في هذا الفراغ، نلف لفتين حول الإبرة، ثم نأتي إلى هذا الفراغ هنا، ندخل الإبرة
ونشتغل 4 عمود بلفتين، الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، هكذا 1 2 3 4 في نفس المكان، ثم نرتفع ب1 2 سلسلة وننتقل إلى الفراغ الموالي، نلف لفتين ثم نشتغل 4 عمود بلفتين، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، ثم نواصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، اشتغلنا آخر فراغ لدينا. الآن نقوم بعمل 1 2 سلسلة ثم نلف لفتين ونشتغل هنا في هذا المكان، سنشتغل عمود بلفتين، ثم نقلب الشغل هكذا على الوجه، وننتقل إلى هنا إلى اللون الأخضر، ندخل الإبرة هنا ثم نرتفع ب1 2 3 4 سلسلة هكذا، ثم نطوي القطعة بهذا الشكل ونلف الخيط حول الإبرة لفتين، ثم نأتي إلى هذا الفراغ هنا ونشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين في نفس المكان، ثم 2 سلسلة في هذا الفراغ الموالي أيضا، سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين في نفس المكان، ثم 2 سلسلة، 1 2، ثم في الفراغ الموالي سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين في نفس الفراغ، هكذا يصبح شكل الغرزة. سنواصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر، سنشتغل آخر فراغ هنا تبقى لدينا، سنشتغل فيه عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين هنا في نفس المكان،
هكذا وجه الشغل. الآن سنقلب القطعة هكذا، هو ظهر القطعة. سننتقل إلى هنا، ندخل الإبرة هنا في هذا المكان هنا، ثم نسحب من هنا اللون الأبيض، نسحب إلى الأمام هكذا بمنزلقة، ثم سنرتفع بواحد، اثنان، ثلاثة، 4 سلسلة. الآن سنشتغل في وجه الشغل، نلف لفتين، ثم نشتغل هنا في هذا الفراغ، سنشتغل 4 عمود بلفتين، 1، 2، 3، 4، ثم 2 سلسلة، 4 عمود بلفتين، 1، 2، 3، 4، ثم نواصل إلى نهاية السطر. وصلنا إلى نهاية السطر وانتقلنا إلى اللون الأخضر هنا. سنطوي القطعة كالعادة بهذا الشكل ليسهل علينا الاشتغال، وارتفعنا ب4 سلسلة، ثم سنشتغل في هذا الفراغ هنا كالعادة، سنشتغل عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة، ثم عمود بلفتين، ثم 2 سلسلة. في الفراغ الموالي أيضا نفس الشيء، عمود بلفتين، 2 سلسلة، ثم في نفس الفراغ عمود بلفتين. سنواصل إلى نهاية السطر بنفس الطريقة هكذا إلى هنا. وصلنا إلى نهاية السطر، نرتفع ب1، 2 سلسلة، ثم نلف لفتين ونشتغل آخر فراغ تبقى لدينا هنا سنشتغل عمود بلفتين، هذا هو وجه الشغل هكذا. الآن سنترك اللون الأخضر وسندخل الإبرة هنا في هذا المكان هنا، وسنسحب اللون الأبيض هكذا للأمام، ثم نرتفع ب1، 2، 3، 4 سلسلة سنواصل هكذا إلى أن نشتغل بضع أسطر لكي تتوضح لكم الغرزة، ثم نواصل. أنا هنا اشتغلت بضع أسطر
كما تلاحظون غرزة جد جميلة وبسيطة. هذا شكلها من الخلف. أتمنى أن يكون الشرح واضح وبسيط.